بونجور شير زيليف بروميير اني كوليج اللي مازال ما تابوناش معنا في لاشين يتابونا وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش الفائده تعم الجميع. اذا عندكم الدرس ديال الدوره الثانيه وفي ماده الفيزياء بروميير اني كوليج لا ديسوليسيون دون لو. اذا اهم المصطلحات اللي غتحتاجوها في هذا الدرس هي هذه ضروري تقراوها باش تفهموا الدرس. لا ديسوليسيون هي الذوبان، لو سولفون المذيب، لو سوليتي المذاب، لا سوليسيون المحلول، لا فيزيون الانصهار، دوليي مخفف، كونسونتري مركز، ساتوري مشبع، هيتروجين غير متجانس، هوموجين متجانس، سوليبل دائب، انسوليبل غير دائم. اذا نبداو الدرس على بركه الله. اذا الدرس هو كالتالي. نحاول نكتبو بهذه الطريقه باش يسهل عليكم الفهم ديالو والحفظ ديالو. اذا اول حاجه غادي نبداو بها وهي غادي نفهمو مزيان لو سولفون، ما معنى لو سولفون اي لو سوليتي. بيان سور كالعاده في ماده الفيزياء كنبداو بواحد ليكسبيريونس. شنو هي ليكسبيريونس؟ كنشدو مثلا ان بيشير ولا ان ريسيبيون، كنديرو فيه لو او لو سيل، كنحاولوا نديرو لو وكنضيفو لو سيل، ملح الطعام، وكنخليوه. هنايا اولا في البدايه راه كيكون عندنا ميلونج هيتروجين، يعني راه كتكون لو سيل باينه، ولكن ابري اجيتاسيون، هاد اجيتاسيون راه نسيت ما كتبتهاش في الترجمه، هو التحريك. ابري لاجيتاسيون كنحصلوا على واحد الميلونج اللي هو هوموجين، يعني صافي، يعني ما بقاتش هذيك لو سيل هنا كتبان. اذا هنايا انتبهوا، نقدروا نديروا هاد الاكسبيريونس بسيطه، اي واحد يقدر يديرها. نشدوا الملح الطعام وكنضيفوه كنشدوا ملح الطعام وكنضيفوه وكنخليوه وكنحركوه نحركوه. من بعد غادي نحصلوا على ميلونج، نخليوه وغادي نحصلوا على ميلونج هوموجين. اذا اي واحد فيكم يقدر يدير هذا ليكسبيريونس. المهم ابري اجيتاسيون le sel a disparu et on obtient un mélange homogène. اذا هنايا راه حصلنا على واحد الميلونج هوموجين. دابا نتابعوا لهاد الفقره هي اللي مهمه بزاف. cette opération s'appelle la dissolution. L'eau est le solvant, le sel est le soluté, le mélange obtenu s'appelle solution. solution ماشي الحل اللي كنديرو في الرياضيات، هنا solution هي محلول. solution هو le solvant plus le soluté. انتبهوا هنايا قلنا بان كناخذوا واحد لو ريسيبيون فيه لو، ايوا وجاجوت اش كنضيفوا ليه لو، كنضيفوا ليه لو سيل. قلنا بان لو راه هو لو سولفون، يعني بالعربيه المذيب، يعني راه هو اللي كيذوب لو سيل، او لو سيل هو المذاب. دابا بالعربيه كنقولوا المذاب، اون فرونسي كنقولوا سوليتي. هذه اللي خصكم تشدوا مزيان. او لو سولفون هو المذيب، لو راه هو لو سولفون، و لو سيل راه هو المذاب، يعني راه الماء ذوب لو سيل، الماء هو اللي ذوب لو سيل. اذا
لو هو لو سولفون هو المذيب، او لو سيل هي المذاب. المهم غتعقلوا اشنو غتعقلوا اون فرونسي. لو سيل هي لو سوليتي، او لو هو لو سولفون. يعني راه ماشي غير لو سيل، راه نقدر مثلا ندير لو سكر، نقدر ندير ان مورسو دو سكر. في هذه الحاله لو سكر هو لو سوليتي. هنايا راه نقدر مثلا تابعوا، بغيت نشرح لكم بان لو سولفون مثلا لو، هنايا لو هو لو سولفون، هو اش قلنا هو المذيب. نقدروا نديروا لو سيل، نقدروا نديروا لو سكر. هنا في هذه الحاله هنايا راه لو سكر هو لو سوليتي. في هذه الحاله هذه هو المذاب، يعني لو سكر هو درنا ان مورسو دو سكر. لو سكر هنا في هذه الحاله هو لو سوليتي، يعني هذا الماء يقدر يذوب لينا لو سيل ولا لو سكر ولا حتى ان ليكيد. هنا هذا راه سوليد، يعني لو يقدر يذوب لينا مثلا لو سوليتي، يقدر يكون سوليد، يقدر يكون ليكيد، يقدر يكون حتى غازول. اذا مثلا نقدر مثلا نضيف هاد المره ماشي ان سوليد، مثلا ان ليكيد فينيغر مثلا هو الخل. فينيغر هو الخل. راه الخل الى ضفتو راه ابخي اجيتاسيون راه كيعطيني ميلونج اومونجين. اذا في هذه الحاله هذه هذا هو لو سوليتي. لو فينيغر هنا هو لو سوليتي، حيت هو اللي غيدوب، هو المذاب. اولو هو المذيب، هو اللي كيذوب. اذا من بعد اشنو كنحصلوا، اش كنوجدوا فاش من بعد اشنو كنحصلوا على ميلانج اومونجين. هذه حتى هي خصكم تشدوها مزيان. مثلا فاش كندير لو سيل وهنايا لو، يعني اشنو هو هذا لو سوليتي مع لو سولفون ابخي اجيتاسيون. اش كيعطيني؟ علاش كنحصل على واحد لو ميلونج اومونجين. يعني هذيك لو سيل راه كتختفي، لو سيل ا ديسباري، وكيعطيني هنايا ما بقاش الملح كتبان، كيعطيني ميلونج homogène. هاد لو ميلانج homogène s'appelle solution. ماشي سوليسيون اللي كنخدمو في رياضيات الحل، لا، سوليسيون هنا محلول. من سولفون والو نقدروا نقولوا محلول مائي، سوليسيون اكوز. اذا دون سيت اوبيراسيون هذه العمليه كلها كتسمى الذوبان اللي هي لا ديسوليسيون. لو اي لو سولفون، le sel et l'eau solide, le mélange obtenu s'appelle solution. إذا كنظن هذه الفقرة راه واضحة. نمشيو للفقرة الأخرى. قبل ما نمشيو راه السوليسيون كيفاش كنوجدوها بعد لو سولفون، فاش كنخلطوه مع لو سوليتي. إذا نمشيو للفقرة الموالية، لي تيب دو سوليسيون، أنواع المحاليل. نشوفوا هنايا عندنا 3 types de solutions. Il y a 3 types de solutions. المهم افون نشرحوا بعدا ليكسبيريونس. راه خدينا 3 ريسيبيون، 3 ديال الاناء الاول والثاني والثالث، ولكن شنو هنايا لا ميم كونتيتي دو، ميم ديال النيفو ديالو، ميم كونتيتي ديال اللي خدينا وضفنا الاناء الاول ريسيبيون درنا 10 غرام دو سيل. لاحظوا الريسيبيون الثاني ضفنا عليه نفس الكميه تاع الماء 30 غرام ديال لو سيل،
وفي الريسيبيون ديالك 80 غرام ديال لو سيل. اذا هنايا بيان سور 10 غرام هنايا راه غيكون مالح، ولكن هاد لا سوليسيون اللي حصلنا عليها هنايا راه كنقولوا ليها سوليسيون ان ديليي، يعني مخفف، راه يعني الملحه قليله بارابور لهذاك الكونتيتي دو. لا سوليسيون 2 اي كونسونطري، هنايا شويه مركزه. لا سوليسيون 3 اي ساتوري، يعني هذيك هو الماكسيمال اللي غتقدر تذوب، يعني مشبع. لا سوليسيون 3 كنقولوا عليها ساتوري، هي مشبع، يعني صافي، هذيك هي من بعدها صافي ما يمكنش ما يذوبش. يعني الا درنا لو ودرنا الملحه بزاف، يعني راه ما غاديش بيان سور ما غيبقاش اومونجين، غيولي ايتوروجين، ما غيعطيناش سوليسيون اومونجين الا فتنا واحد الحد. اذا هادي عندنا 3 تيب دو سوليسيون: ديليي، كونسونطري، ساتوري. اذا نمشيو لو ديرني باراغراف اللي هو نشرحوا فيه مزيان quelle est la différence entre la dissolution et la fusion. شنو هو الفرق ما بين الذوبان والانصهار؟ راه شرحنا هاد الكلمات في الترجمه في اول درس. La dissolution nécessite un solvant et un soluté. Par rapport à la fusion, c'est un changement d'état de l'état solide à l'état gazeux. يعني لا ديسوليسيون كتطلب منا جوج الحاجات. الذوبان خصنا واحد المذيب والمذاب، ولكن لا فيزيون لا فيزيون هو الانصهار. مثلا شنو هي لا فيزيون؟ كيكون عندنا مثلا هذا مثلا الماء مجمد هو كلاص لو كلاصي. مثلا هنايا فاش كنخليوه مثلا ان سيغتان طون اش كيتحول لليكيد، راه هو الماء غير ليطا فيزيك ديالو، الحاله الفيزيائيه ديالو اللي تغيرات. هنا كان سوليد وتحول هنا لليكيد، هنايا الليكيد. هذه كنسميو هذه العمليه كتسمى لا فيزيون، هي تحول فيزيائي من ليطا سوليد ليطا غازو. كونسيرفاسيون دو لا ماس، هنايا بيان سور هنايا فاش كنزيدو مثلا 10 غرام مثلا ديال لو سيل على واحد مثلا 30 غرام ديال لو سيل على مثلا 100 غرام ديال لو، هنايا قبل من الذوبان مثلا حصلنا على 130.5. من بعد الذوبان فاش لو سيل مع لو مثلا عطانا سوليسيون اومونجين، فاش كنعاودو نديرو مثلا الميزان نعاودو نقيسو كنلقاو نفس لا ماس نو شونج با، يعني la masse se conserve au cours de la dissolution. La masse totale du solvant et du soluté ne change pas au cours de la dissolution. كنظن بان الدرس راه واضح جدا، ماشي صعيب. اذا ان شاء الله نتابعونا في لي زيكزارسيس. الحصه الماجيه غنديروا لي زيكزارسيس. Merci de votre attention, à bientôt.